سعيد ان انا اكون معاكم النهارده في برنامج هتبقى ماما، برنامج توعيه. الهدف منه ان احنا بنوعي اخواتنا وبناتنا في الطريق للوصول الى تحقيق الحلم بتاعهم اللي هم يكونوا امهات. في البدايه تاخر الانجاب اصبح مشكله عالميه ودوليه موجوده في كل العالم دلوقتي، ومشكله في ازدياد. عشان نعرف نحدد هدفنا من الأول بناخد فترة المحاولة لأنك تكوني حامل. امتى نقول إن الحمل متأخر؟ في الست اللي هي سنها أقل من 35 سنة ومتجوزة بقالها سنة وجوزها مقيم معاها في علاقة زوجية مستديمة وما حصلش إنجاب، أو الست اللي هي سنها أكتر من 35 سنة أخدت لها 6 شهور في الزواج مع استمرار العلاقة الزوجية وما حصلش إنجاب. في الحالة دي بنلجأ إلى مساعدة طبية لأخذ الاستشارة. بالنسبة للستات اللي كان سبق لهم الزواج قبل كده وعندهم مشكلة، دول بيبدأوا ما بيتأخروش لنفس المدة. كذلك للأزواج اللي هم سبق لهم الزواج وحصل مشكلة معهم في الإنجاب وكده، فعندهم مشكلة من بدايتها، دول ما بينطبقش عليهم الكلام اللي احنا بنقوله في المدة اللي احنا بنحددها. بداية بتسعى الست انها بتروح لاخصائي نساء ولاده للاستشاره الطبيه للتاكد من ان الدوره الشهريه بتاعها منتظمه وان التبويض عندها واخد الانتظام الشهري. الزوج في بدايه القصه نفس الحدوته، بنعمل له تحليل سائل منوي. التحليل دوت لازم يكون في حدوده الطبيعيه اللي هي المتعارف عليها دوليا. بالنسبة للستات اللي هم عندهم مشكلة سابقة سواء في جراحة الحوض أو تعرضوا لإشعاعات أو أخذوا علاج كيماوي نتيجة لأمراض معينة، دول بيسارعوا بأنهم وقت ما بيتجوزوا لازم يتقدموا إلى الاستشارة الطبية للحصول على النصيحة المناسبة، لأن دول ما عندناش وقت نضيعه كتير معاهم، سواء هم أو الأزواج اللي يتعرضوا لنفس الإشعاعات أو الهرمونات أو الجماعة الرجالة اللي هم البودي بيلدرز اللي بياخدوا هرمونات لتقوية العضلات أو اللي بياخدوا حقن أو الكلام ده، دول في نفس معرضين لنفس الخطورة إن يحصل عندهم تأخر إنجاب. في بداية العلاج بنعمل لهم فحوصات. الفحوصات دهيت بتشمل تحليل هرموني بالنسبة للزوجات. التحليل دهوت بيتأكد لنا إن المبايض شغالة كويس والغدة الدرقية أو غدة اللبن اللي هي الغدد المساعدة لنمو البويضات. نفس الشيء بالنسبة للرجال، مع تحليل السائل المنوي لو في مشكلة بنبدأ لتحليل الهرمونات بتاعهم. نفس الهرمونات تقريبا اللي بتتعمل للستات هي اللي بتتعمل للرجالة، زائد هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون، وبالتالي بنحدد حدود وأبعاد المشكلة اللي موجودة عندنا لو بحيث نقدر نساعدهم. لو كل التحاليل بتاعنا طيبة والأمور كويسة بنبدأ نحدد إذا كان في ضعف في الإخصاء في التبويض ولا لا. بالنسبة للست الضعف ده بيحتاج إلى عدة أدوية إلى تقوية التبويض. في نفس الوقت لازم الأدوية دي تتاخد تحت إشراف طبيب مختص، ما ينفعش نروح للصيدلة ونجيب الأدوية ونبدأ نستخدمها احنا من نفسنا، لأن التبويض ممكن يبقى مفرط في بعض السيدات وينتج عنه حمل في أطفال أكتر من واحد، وده ممكن يسبب لنا مشكلة لو الحمل أكتر من 2. بالنسبة للأدوية دي المفروض بناخد الجرعة المطلوبة بانتظام. بنحرص على اننا ناخد نروح للطبيب المختص على اساس ان هو يوصف لنا الادويه اللي هي تقدر تدينا الجرعه المطلوبه مننا. الجرعه المطلوبه مننا دي ممكن تكون عباره عن ادويه، عباره عن حبوب بناخدها، ممكن تدعم الحبوب بعده حقن. في مجموعه حقن مختلفه موجوده يفضل منها اللي هي فيها جرعه محدده وتكون تعاطيها سهل. الجرعة المحددة دي بتكون عن طريق بعض الأحيان، في بعض الأحيان بتبقى عن طريق أقلام. الأقلام دي بتحدد جرعات محددة بوحدات صغيرة، فديت بتساعدنا في إن احنا نحصل على التبويض اللي احنا عايزينه وما يكونش فيه فرط في التبويض بتاعنا يعني. مع الأدوية اللي بناخدها المفروض بناخد يا إما
نزود التبويض بتاعنا في 6 دورات متتالية أو 12 دورة متقطعة. التبويض لو في خلال الفترة ديت ما حصلناش على حمل، يبقى المفروض بنبدأ نفحص الأمور بطريقة مختلفة شوية. بنزود عندنا الأسلوب إن احنا نعمل تلقيح صناعي. التلقيح الصناعي يعني بناخد السائل المنوي بتاع الزوج اللي هو بدرجته جيدة، بنحاول نفصل الوحش عن الكويس، وبناخد جزء من الحيوانات المنوية اللي هي الجيدة بنحطها بقسطرة بلاستيك رفيعة في الرحم. فديت ميزتها انك بتنقي اجود ما في عينة السائل المنوي من حيوانات منوية، زائد ان احنا بنوفر على الحيوان المنوي المسافة اللي هو بيمشيها عشان يوصل للبويضة، فبيبقى اقرب، وبالتالي بتزيد نسبة الاخصاب عندنا. التلقيح بنعمله ممكن 2 أو 3. إذا ما حصلش عندنا حمل منه بنبدأ نصعد الأمور، بنوصل إلى الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. ودي المرحلة بتعتبر الأخيرة بالنسبة للمرضى اللي هم حالتهم طبيعية ومفيش أي ريسك فاكتور أو عامل خطورة عندهم، فبيكون الحقن المجهري هو الفرصة الأخيرة لهم لتحقيق الأمل المرجو وهو الحمل.